وبيبتدي الجزء التاني بعد ما عرفنا ان طارق خطف هزان. فرهاد وطاهر وعلي كانوا بيدوروا عليها لحد ما توصلوا لعنوان حد من معارف كنجو، وعرفوا ان طارق مخبي هزان هناك. وفرهاد اتصل بطاهر وقال له ان انا خلاص عرفت مكانها، بس اول ما دخل لقى قنابل موجوده في كل مكان، بس فرهاد عرف يتفاداها وعرف يدخل البيت. ودي بتكون المفاجاه اللي محضرها طارق لفرهاد. طارق حس بوجوده ورفع عليه المسدس، بس جه من وراه طاهر وثبته بالمسدس وقال له ايه رايك في المفاجاه دي يا طارق؟ بس للاسف طارق عرف يقفل باب الاوضه عليهم وقال لهم مفاجاتي احلى، ايه رايك انت بقى؟ وهرب. الاوضه فيها متفجرات وممكن ينفجروا في اي وقت، وكان فاضل على الوقت 3 دقايق. وطاهر وفرهاد حاولوا يفكوا القنابل، فاقت هزان وحاولت ان هي تساعده وعرفوا يفكوا القنابل بصعوبه. وطاهر ضرب الباب بالمسدس علشان يعرفوا يخرجوا. وقابلوا علي في الطريق وطاهر قال علي له وقال له ان انت لازم تيجي تعمل معاينه للمكان علشان طارق هرب، ولازم تعمل معاينه والمتفجرات عشان هزان لما تعمل شكوى ضد طارق يبقى معاها دليل قوي انه خطفها وحاول قتلها. نروح لطارق وهو مضروب ومتكتف ومتعلق وجسمه مليان دم. اللي بيكون عمل فيه كده هو كنجو بعد ما مسكه لما هرب من طاهر وفرهاد، وقال له انا مش قلت لك ما تتصرفش من دماغك؟ انت مجرد هنا كلب تابع ليا مش اكتر، اللي امرك بيه هو اللي تنفذه. انت ليه بتتصرف من دماغك؟ حب ايه ورومانسيه ايه؟ هي مش حباك ومش عايزاك، خلصنا. كل شويه تعمل لي مصيبه شيء، انا مش فاضيلك، انا كفايه المشاكل اللي عندي مكفياني وزياده، انا مش كل يوم والتاني هخش في حوارات معاك. ويا ريتك يا اخي عرفت تعمل حاجه، كنت موتها وموتت نفسك وخلصت منك ومن قرفك. اما انت ما عملتش كده، ده انت حتى فاشل انك انت تعرف تموت نفسك، هو في غباء اكتر من كده؟ طارق سمع الكلام والاهانه وما بيتكلمش وواقف ذليل ليه. وبعد ما خلص ضرب واهانه فيه قال تقدر تقول لي ان انت هتطلع نفسك من النصيبه دي ازاي؟ دلوقتي هزان هتطلع تشتكي، ممكن تقول لي دلوقتي انك هتعمل ايه طالما عامل فيها عم الرومانسي؟ هتعمل ايه يا عم الرومانسي؟ قول. وطارق ما بيكونش عنده جواب، فبيقول له مش عارف بابا. كنجو بيقول له مش عارف بابا دلوقتي، مش عارف بابا، انا هقول لك هتعمل ايه. انا خدت تليفونك امبارح وخليت واحد من الرجاله عندي ضربته ضرب جامد، راح المستشفى بره البلد، والتليفون الشرطه هتعمله تتبع، واكيد هيعرفوا ان انت ما كنتش هنا، كده هنثبت ان انت ما كنتش موجود. والمكان اللي انت كنت فيه امبارح وعامل فيه المتفجرات والرومانسيه بتاعتك انا بعت رجاله من بتوعي ينظفوه، يعني كده مش هيكون في اي دليل ضدك. طاهر وفرهاد هنقول ان هم بيتبلوا عليا، يعني مش قصه يعني، وهطلعك منه، بس ده على شرطك انت تتجوز مرجانه زي ما انا طلبت منك، واللي امرك بيتنفذوا من غير ما تراجع ورايا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طارق بيرد عليه زي الكلب المطيع وبيقول له امرك بابا. وتاني يوم طارق بيروح لهزان عشان يعتذر لها ويقول لها ان هو ما كانش قصده اللي هو عمل، وان هو خطفها بدافع حبه ليها مش اكتر. وبيروح لها عند المدرسه وبيشوف هزان فرهاد واقف معاها، وبيكون فرهاد سبب الزياره انه نسى المحفظه بتاعته لما كان بيوصلها، واتصلت بيه هزان وبلغته ان المحفظه بتاعته معاها. وطارق اول ما شاف اتجن جنونه وراح كلم فرهاد وقال له مالكش دعوه بحبيبتي وابعد عنها. واتنرفز عليه فرهاد وقال له ابعد عنها ازاي يعني؟ وما بعدتش عنها هتعمل ايه؟ طارق بقى يستفز فيه وبيقول له انت ما عرفتش ان التحليل دي ان ايه ظهر، طلعت ان انا ابو الولد، وان زينب حبيبتك كانت بتحبني انا وسابتك لانك شافتك مفلس ومعكش فلوس ومالكش لازمه. فرهاد بيكون واقف مصدوم ومش عارف يرد عليه، وطارق بيقول له ايه مش عارف تتكلم؟ ثبت مكانك؟ ايه كنت متخيل ان هي كاتبه لك الجواب غصب عنها؟ لا يا حبيبي، هي سابتك عشان خاطري انا، عشان كانت بتحبني. فرهاد بيكون مصدق الكلام اللي بيقوله له طارق وبيصدم فيه وبيمشي. وفي مشهد تاني هزان بتكلم فرهاد وبتقول له انت ازاي صدقت الكلام ده؟ ازاي صدقته؟ طب هفرض معاك ان الكلام ده بصحيح، في ست في الدنيا كلها ممكن تكتب جواب تكتب فيه ان انا ستك عشان لقيت واحد اغنى منه ومعاه فلوس اكتر منك؟ ازاي يعني؟ بس عايزه اقول لك على حاجه، ان انت طالما صدقت الكلام ده انت اللي ما كنتش تستاهل حب زينب وليها حق ان هي تسيبك. والكلام ده بيصير غضب فرهاد وبقى بتنرفز منها وبيقولها يعني انت قريتي الجواب وانت قلتي لي ان انت ما قريتيهوش؟ وهزان بتخجل وما بتبقاش عارفه ترد عليه وتقول له ده مش موضوعنا دلوقتي، انا اللي بتكلم فيه ان انت صدقت كلام شخص كذاب زي طارق يحب يفتري زي ابوه. على فكره انت ما بتعرفش تحب، لو كنت بتعرف تحب فهمت زينب كويس، بس انت ما بتعرفش ولا بتفهم في الناس كويس، فحاول تذاكر الناس عشان تعرف تفهم الناس كويس. وفرهاد بيتنرفز منها وعايز ينتقم منها على الكلام اللي هي عماله بتقوله. وتاني يوم راح المزرعه وسرق الحصان بتاعها، والحارس اتصل بهزان وبلغها ان الحصان بتاعك اتسرق. قعدت تجري هزان تدور عليه، بس فهمت ان فرهاد هو اللي خطفه لما ظهر قدامها، وقالت له انت اللي سرقت الحصان بتاعي، رجعهولي دلوقتي حالا. قال لها والله انت لو بتفهمي كويس فتحي حسنه وبتحبيه بصحيح كنت فهمت الحصان سابك ليه وهرب. تفهم هزان ان هو بيرد لها الكلام اللي قالته له وبيبان عليهم من نظراتهم ان هم معجبين ببعض بس مش راضيين يعترفوا. ونروح لجميل وهو بيكلم تركانه وبيقول لها كنجو اتصل بيا علشان يتقدموا لمرجان. تركان بتقول له انت خلاص اتجننت يا جميل، يعني احنا سمعنا عنهم كلام زي الزفت وسمعتهم بقت وحشه جدا، كل شويه يوصل لنا كلام الناس كلها كذابه هم اللي صادقين، انت الراجل ده عامل لك ايه في دماغك علشان تقتنع بكلامه بالشكل ده؟ جميل بيقول لها
انا اديت للناس كلمه بنتك موافقه، ليه كل شويه عايزه توقفي موضوع الخطوبه؟ تركان بتقول له انا ما حبيتهمش ولا ارتحت لهم، والناس دي اول ما انا شفتهم ما دخلوش قلبي، انا مش مرتاحه لهم. مرجانه بتكلمها وبتقول لها ماما صدقيني ده اخر باب ممكن يتفتح لي، انت عارفه انا سني كام؟ الناس كلها عارفه ان انا بحب طه، ما قدرتش لحد دلوقتي اطلعه من قلبي، محدش جه طلع، كله بيبعد عني لانه عارف ان انا بحب طه ومتمسكه بيه، وانا كبرت خليني طفل اعيش عشانه وخلاص واطلع من حبه اللي في قلبي. انت عارفه ان انا كل يوم بحلم ان هو معايا مش مع نفس، انا مش قادره اتجاوز حاجه زي كده، يمكن لما اكون مع شخص تاني واعيش معاه انسى كل ده. في نفس الوقت ما جاليش عرض تاني ان انا ممكن اوافق على حد غيره. وتركان بتكون عاجزه عن الرد عليها وبيتمموا الخطوبه، ويوم الخطوبه بيبان على طارق ان هو ولا طايقها ولا طايق يبص في وشها. وتاني يوم كينجو بيكلم جميل وبيقول له المفروض مرجانه وطارق يتقابلوا بره ويتعرفوا على بعض اكتر، وجميل في الاول ما بيكونش موافق، بس بعد اصرار كينجو عليه وافق. بيروح طارق يقابل مرجانه وبيكلمها بطريقه مش كويسه وبيبان ان هو جاي غصب عنه، ومرجانه بتقول له ما تحاولش تبين ان انت عايز تذبح لي القطه اول ما تشوفني كده، انا وانت عارفين كويس ان احنا الاتنين ما بنحبش بعض، وان احنا اتخطبنا بس علشان خاطر نرضي اهالينا مش اكتر، يعني خطوبتنا احنا الاتنين مصلحه، انا عارفه ان انت اللي خطفتها زي وبتحبها بس هي ما بتحبكش، وانا كمان كنت بحب شخص قبلك برضه ما حبنيش وحب واحده تانية، فاحنا الاتنين حاجه واحده، فما تحاولش انك تخوفني بالطريقه اللي انت بتعاملني بيها. انا واحده جايه من الموت مرتين، مره واحد شنق والمره التانية انا موتت نفسي، يعني مش فارق معايا طريقه التخويف والتهديد اللي انت بتتكلمني بيها والطريقه الوحشه اللي انت بتتكلم بيها دي، علشان مش هتجيب معايا نتيجه. ومرجانه بتمشي وطارق بيكون مستغرب من طريقتها وبيقول البت دي باين عليها مجنونه. بنروح لكينجو وهو بيراقب ملك وبياخد باله ان هي فاتحه اللابتوب وبتكلم حد وبتتواصل معاه، وكينجو بيروح لملك وبيخبط على الباب وبيتكلم معاها بنبره حاده، فبتخاف ملك وبتهرب، وكينجو بيفتح الباب بس مش بيلاقي، بيطلع يدور عليها في كل مكان بس مش بيعرف يوصل لها. وبتيجي هزان هي وفرهاد، وهي كانت في فرح علي واسماء، وفرهاد اول ما عرف ان اختها هربت قال لها حاجه معاكي ومش هسيبك لوحدك. اختها هربت وسابت البيت ومش لاقيينها، وبتشوف امها منهاره ومضروبه من كينجو وما بترضاش تقول لها ان كينجو هو اللي ضربها، وبتشوف كينجو بتزعق معاه وبتقول له انت السبب، انت اكيد اللي ضربت ماما بالشكل ده، وانت كمان السبب ان اختي تهرب وتسيب البيت، انت انسان حقير. وكينجو بيرد عليها بيقول لها انا عملت ايه؟ انا رحت ادور عليها في كل حته بس والله ما لقيتها. في مشهد تاني هزان وفرهاد وعلي وطاهر يطلعوا يدوروا في اوضه ملك يمكن يلاقوا خيط يعرفوا يوصلوا لملك عن طريقه، وبيشوفوا اللابتوب وبيفحصوه وبيعرفوا ان ملك كل يوم بتكلم شاب وبتتواصل معاه، واخر مره كلمته من حوالي نص ساعه، الشاب بيكون محدد معاها ميعاد وان هو هيجي من السفر وهيقابلها وهيحجزوا في فندق وهيقابلها هناك. وعلي بيكلم هزان وبيقول لها الانواع دي من الشباب بيصطادوا البنات الصغيره وبيلعبوا بعقولهم، واحنا كل يوم بيقابلنا القواضي دي كتير. وهزان بتقلق وبتخاف على اختها، بس فرهاد بيطمنها وبيقول لها ما تخافيش انا هقف معاكي واقف جنبك لحد ما نلاقوها. وفي مشهد تاني فرهاد في الفندق وبيعرف يتواصل للشخص اللي بيكلم عن طريق تتبع المكالمات اللي ما بينه وما بين ملك، بيكون علي اداله العنوان وراح وتهجم عليه وضربه وتم القبض عليه. ملك عرفت ان هو شاب كبير في السن مش زي ما كان بيكذب عليه. كينجو بيجي علشان خاطر ياخد ملك وبيقول لها ينفع يا ملك تهربي من باباكي كده؟ هو انت كل يوم والتاني هربانه كده؟ ما ينفعش يا حبيبتي. بس ملك بتكون واقفه وساكته وما بتتكلمش. وهزان بتقول له ملك مش هترجع معاك وملك هتروح معايا، بس ملك بتقول لها لا انا هروح معاك عشان خاطر ماما ما ينفعش اسيبها لوحدها. بتتضايق منها بتقول انا مش هينفع اسيب ملك كده لوحدها، هي بتمر بحاله نفسيه وجودها مع نفسها لوحدها كده غلط، انا لازم اقف معاها. وتاني يوم هزان بتقرر ان هي تروح تعيش مع ملك، بس فرهاد ما بيكونش موافق وبيكون متضايق ويبان ان هو غيران ان هي هتروح تعيش في البيت اللي موجود فيه طارق، بس هي بتقول له انا مش هينفع اسيب اختي لوحدها، لازم اروح اعيش معاها واخلي بالي منها. فرهاد ما بيعرفش يقنعها ان هي ما تروحش تعيش هناك. وفي مشهد تاني هزان وهي نايمه في اوضه ملك تشوف كاميرا تفهم ان كينجو بتجسس عليهم عن طريق الكاميرات، وبتكلم امها واختها وبتعرفهم ان في كاميرات، وبيتاكدوا من وجود الكاميرات لما بيفتشوا اللابتوب وبيعرفوا ان هو حاطط كاميرات في كل حته وفي اي مكان خاص بيهم. وهزان بتكلم ملك وبتكلم مامتها وبتقول لهم احنا لازم نكون ايد واحده، كل حاجه بتحصل نحكيها لبعض، اذا كان هو بيحاول ان هو يحاصرنا خلينا احنا نحاصره اكتر من نعرف دماغه فيها ايه علشان خاطر نعرف نبعد عنه ونبعد عن المشاكل لحد ما نخلص منه. وملك ومامتها بيوافقوها. وفي مشهد تاني كينجو بيسأل طارق وبيقول له هو انت كنت فين؟ انت بقالك كام يوم مختفي؟ فبيقول له انا كنت بقابل مراتي المستقبليه مرجانه زي ما طلبت مني وبنحضر لكتب الكتاب واللوازم المطلوبه الكتاب النهارده. كينجو بيقول له اكيد مش عشان خاطر انا طلبت منك، انا حاسس ان انت بقيت تعجب بيه. قال له لا عادي انا بكلمها عادي يعني، بس انا حاسس ان هي مش قطه مغمضه زي ما انت قلت لي، انت قلت لي ان هي قطه مغمضه بس هي مش كده خالص. وكينجو بيقول له بقول لك ايه بلاش حاجه
عايز اكبر الشغل ما بيني وما بين جميل، مش عايز حاجه تعطل، ومفيش حاجه هتكبر الشغل وتخليه تحت ايدي غير مرجانه. فما تتكلمش كتير، البت كويسه ومش عايز كلام ياما. تدخل عليهم هزان وملك ومامتهم لابسين، فبيقول لهم انتوا رايحين على فين؟ فقالوا له رايحين عند تيتا. وكنجو بيقول لهم كاتب كتاب طارق النهارده، هتمشوا ازاي وتسيبوا؟ انتوا مش هتحضروا؟ راح قالوا لا هنروح عند تيتا. فبيوجه كلامه لعفيفه وبيقول لها اكيد طبعا انت مش هتروحي هتقعدي النهارده معايا. قالت له لا انا همشي مع ولادي. طارق بيبص لكنجو باستغراب وبيقول له شكل كده في حمله تمرد وعصيان. وكنجو بيقلق من عفيفه وبيقرر ان هو يزود جرعه الدواء، بس ما يعرفش ان هزان اكتشفت ان هو بيدي مامتها أدوية اديها ادويه تتعبها نفسيا وتزود حالتها، دخلها في حاله هلاوس وجنون. وغيرت هزان الادويه عشان كنجو ما يعرفش يتحكم في مامتها. طارق بعد ما كتب الكتاب هو ومرجانة حب يتبع معاها نظام ذبح القطه تخويف. هما بياكلوا، مرجانة طلبت منه ان هو ينام لها الملح، طارق قال لها هو ده، مسكه وكسره على الارض وطلب منها ان هي تناوله الفلفل. راحت برضو مسكاه وكسرته. انت عايزه حرب يعني؟ مرجانة قالت له انا لا عايزه حرب ولا عايزه حاجه، بس انت لو عايز حرب تمام مفيش اي مشكله. سابته وايه. طارق قال لها ما ينفعش ان جوزك يكون قاعد لسه بياكل وتقومي من على الاكل من غير حتى ما تستاذنيه. مرجانة ضربته بالقلم. طارق شد شعرها ومرجانة كسرت الفاز على دماغه. طارق ضربها بالقلم وقال لها انت لسه بدري عليك يا حلو. ومرجانة كسرت المرايه عليه. طارق شدها على السلم وضربها. والله كبرتوا الموضوع يا رجال. وبعد ضرب كتير ومستمر طارق قال لها انا جعان تيجي ناكل؟ قالت له ايوه انا كمان جعانه، تعالى ناكل مكرونه. وبعد الاكل طارق قال لها انا اتشرفت بالجواز منك، وانا كمان اتشرفت بالجواز منك، حلوه البدايه. وفي مشهد تاني فكرة وهزان بيكلموا فكرة بيقول لهم دلوقتي حان وقت الانتقام من كنجو. انا خلاص جمعت كل الادله اللي ومعايا ورق يثبت إدانته ويوديه في 60 ده على كل الجرائم اللي ارتكبها. وفكرة بيكمل كلامه وبيقول لهم أنا كمان ليا طار مع كنجو. وأم فداد الست اللي أنا كنت بحبها كانت شغالة في ملهى ليلي. صاحب الملهى الليلي هو كان كنجو. يشغل البنات بالعافية ويخليهم يسهروا مع الرجالة في الملهى غصب عنه. كان بياخد فلوسهم وبيشغل البنات بالإيجار، واللي ما كانتش بتوافق كان بيعتدي عليها بالضرب. ممكن الضرب يوصل للقتل للي ما توافقش أو ما تسمعش كلامه. ضمن البنات جاية أم ضربها كتير وشغلها غصب عنها. دلوقتي المفروض إن احنا ننتقم منه. وانتي يا هزان ليكي طار عنده كبير قوي. ما تفكريش ان ابوكي لما مات موته طبيعيه، وهو كان مدرب ومتربي مع الحصان وعارف كويس يتعامل معاهم ازاي ويربيهم ازاي. بس هو لما شاف طمع فيها وحاول يقرب منها بس هي ما رضيتش، فاغراها بالفلوس وما وافقتش. ففكر ان هو ازاي يتخلص من ابوه، ودبر له موته من فوق الحصان وخلاه يجري بيه لحد ما اتزحلق الحصان ومات. كده تبان ان هي موته طبيعيه. وانت يا فرهاد ابوك اللي انت بتكرهه مظلوم طول السنين دي اتحبس ظلم. انت مفكر هو قتل امك، هو ما قتلهاش، اللي قتلها هو كنجو. اتهم ابوك بقتلها وكانها قضيه شرف. اتهم ابوك ان هو شافها مع راجل غريب بالخيانه، وظبط الادله كلها ضده وحكم على ابوك بالسجن المؤبد. بس في الحقيقه شافته وهو بيعتدي على واحده غصب عنها، زي قصه المسكينه زينب، وشافها ان هي شافته وقتلها واتهم ابوك بقتلها. وبيتصدموا الاتنين وبقوا عايزين ينتقموا من كنجو بأي شكل. وهزان بتسأل فكرة انت عرفت تجيب المعلومات دي كلها منين؟ وفكرة بيقول لها بنكونوا في السجن كلنا بنقعدوا نتكلموا مع بعض، كل واحد بيقول هو مسجون ليه وعمل ايه. كانوا بيضحوا بنفسهم من اجل الفلوس عشان خاطر كان بيدفع لهم فلوس وهم بيشيلوا القواضي عنه. كل واحد بيحكي قصته وجمعت كل المعلومات وعرفت اجمع الادله اللي مش هيعرف يطلع منها ولا يعرف يتهرب ولا يدخل حد بدال. قبض على كنجو. وفي المحكمه بتكون عنده قواضي كتير قوي زي قتل واغتصاب وتهريب اسلحه وتغريق سفينه مصطفى وطاهر. وفي المحكمه الكل بيشهد ضده، حتى طارق بعد ما اقنعته مرجانة ان هو ما يشيلش قواضي عن ابوه وملهوش علاقه بيه وما يخافش منه، هو مش محتاج له في حاجه، وبيتحكم عليه حكم كبير وما بيستحملش وبينتحر. وطارق بيدفنه وبيروح لعفيفه وبيبلغها ان ابوه مات، ويقول لها انت ليكي حق في الورث بتاعه وبيديها حقها. وبيقرر يعيش هو ومرجانة في اسطنبول ويبعدوا عن البلد ديت وعن ذكرياتها الوحشه. وملك اخيرا هتعيش مرتاحه بعد موت كنجو. وفرهاد اتقدم لهزان واتجوز. واسماء بتبلغ علي ان هي حامل وبيفقد الوعي من الفرح. وتركان بتبلغ ان بناتي الاتنين راحوا عاشوا في اسطنبول، احنا كمان نروح نعيش هناك، خلينا نروح نعيش معاهم الباقي من عمرنا جنب بناتنا. وجميل بيقتنع بكلامها وبيسافروا هما الاتنين يعيشوا مع بناتهم. ونفس بعد ما بتولد كمل تعليمها وبتدخل كليه الحقوق. وطاهر بيسافر معاها اسطنبول عشان تكمل دراستها هناك، وبيقف جنبها وبيدعمها زي كل مره. بيكون هدفها دخول كليه الحقوق عشان تقف جنب الستات اللي بتتعرض للعنف والاذى وما يعيشوش نفس التجربه اللي هي عاشتها، وتعرف ازاي تخليهم ياخدوا حقهم. وطاهر بيكون واقف جنبها وبيدعمها في اي خطوه بتخطيها. كده بيكون خلاص المسلسل. في اي مسلسل حابب ان احنا نلخصه لك اكتب لنا في الكومنتات واحنا هنلخصه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس. باي باي.